السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب من كل مكان. موضوع حلقة النهاردة شاشة سامسونج. هرفع لكم صورة الموديل على الشاشة دلوقتي. مشكلة الشاشة إن في ازدواج زي ما انتم شايفين كده. هنفتح كده إن شاء الله نشوف مشكلة الشاشة إيه كده مع بعض. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما فكيت الشاشة دي. هنا مسطرة البانل، رقمها اهو زي ما انتم شايفين كده. انا بوريكم الرقم برضو عشان البانلات بتختلف، كل بانل بيبقى ليه شغل عن التاني. ومشكلة الشاشة هنا ان في بعض البكسلات متضررة، اللي مسؤول عنها طبعا اشارات معينة، هي ده اللي بتعمل مشكلة الازدواج اللي انتم شفتوه في اول الفيديو. وعشان نحل المشكلة ديت لازم نفصل طبعا المسارات دي. البانل هنا طبعا زي ما انتم شايفين كوف واحد، والمسارات هنا ايه، سيكا في واحد وسيكا في بي 2 والاس تي في والاتش جي تي. دول طبعا هنا الخمس مسارات هنا جنب بعض. من بعد التست بوينت هنا والمسار اللي مكتوب عليه سي اي 1 بنقطع من بعديه الخمس مسارات دول. هقطع الخمس مسارات دول كده ان شاء الله وارجع لكم تاني. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما قطعت المسارات اهو. طبعا انت بتقطعهم بحاجه يكون رفيعه عشان ما تضررش اي مسارات جنبها. فصلت انا المسارات هنا اهو. هنجرب كده ان شاء الله الشاشه مع بعض. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، الحمد لله ما عادش فيه ازدواج ولا اي حاجه اهو. هوصل كده ان شاء الله الريسيفر، نشوف الصوره كده مع بعض اخبارها ايه، واقفل الشاشه. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما شغلت الشاشه. الحمد لله الصوره تمام اهي، مفيهاش اي مشكله خالص. وحلينا مشكله الازدواج اللي كنت شايفينه في الصوره. يا رب نكون استفدنا من الحلقه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.